وانت بتقدرني معاك ليه يا عمر؟ الله. انت ادرى مني بنوع الكاميرات المناسبه هنا. انا كل اللي يهمني ان انا عايزاها تكون صغيره وتتحط في اماكن محدش يقدر لا يلاحظها ولا يميزها. فهمت حضرتك بقى. الفيلا بس بسم الله ما شاء الله يعني حجمها كبير، هتحتاج كاميرات كتير يعني. انا مش محتاجه غير واحده بس، مش هنحطها هنا، هنحطها في اوضه النوم. اوضه النوم؟ تعالى معايا اوريك. اوضه النوم؟ ايوه تعالى معايا. تعالى معايا. هاجي معاك. انت عايز تصور ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. انا مسافره مع ماما لمده شهر. مش كتير شهر؟ هي فتره العلاج كده. هي عندها ايه بس 1000 بعد الشهر؟ عيانه ومحتاجه فتره علاج لمده شهر. خلاص انتوا ادرى بقى، انا شخصيا مستكتر شهر ده. اتفضل. اوه يا نهار اسود ومنيل. ست مين اللي تاخد مكانك في غيابك يا ست هانم؟ ده في ماسوره نسوان هتضرب في البيت وانت مش موجوده. بقى بذمتك في ست تسافر وتسيب جوزها في اوضه زي دي لوحده؟ ده مش محتاج شيطان يوسوس له، ده محتاج شيطان يهديه. يبقى فضل شوف شغلك وحدد لي مكان الكاميرا فين. حاضر. ايه ده؟ انت بتدور على ايه عندك؟ شوف مكان نحط فيه الكاميرا عشان نشوف المصيبه اللي عايز يعملها. طب مبدئيا كده احنا هنحتاج كاميرتين في الاوضه دي. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ السير كبير فممكن مع الشقلبه سعادتك الوشوش ما تبانش. شقلبه؟ ماشي. مش كده ولا ايه؟ تمام. البيت ده فيه اوض تانية؟ في 3 اوض تانية غير الاوضه دي. 3 اوض فيهم نفس السرير ده؟ نفس الحجم. يبقى هنحتاج في كل اوضه كاميرا، وانا مش ضمني هيعمل عملته في انهي اوضه. عندك حق. مش كده؟ ايه ده شباب؟ بالظبط. نسينا المطبخ. ايه هيقعد في المطبخ كمان؟ يا هانم المطابخ ياما شافت بلاوي. المطبخ من هنا، اتفضل معايا. عيب، انا قلبي كان حاسس. لعلمك بقى الترابيزه دي مناسبه للرذيله جدا. زودي كاميرتين المطبخ يا شماتة. حاضر. يا جلال بيه، والنبي حضر لي بكره 10 كاميرات لفيلا نبيله هانم. 10 كاميرات؟ ايوه 10 كاميرات يا باشا. 10 كاميرات يا ابن النصابه. الله 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 الله، ايه ده؟ الشاي كان بنص جنيه بقى بجنيه، والقهوه كانت بجنيه بقت ب2 جنيه. دي قفزه تاريخيه في الاسعار. ده غير القرفه واليانسون والكركديه وحجر المعسل اللي بقى الدب. يا عم يرفعوا المعسل زي ما هم عايزين، انا شخصيا ما بشربش شيشه. بس انا بشرب يا اخي. ايه يا معلم صبحي؟ ايه النقطة اللي انت نطيتها في اسعار المشاريب دي؟ انت مش شايف الدنيا عاملة ازاي؟ اخس عليكم اخس. بس تختاروا على مصر جنيه ولا جنيه ونص زيادة؟ مصر مالها ومال الجشع يا معلم؟ الله يسامحك يا استاذ ابو المحاسن. الله يسامحك يا استاذ التاريخ. مصر هتلعب نهائي افريقيا بكره وكلنا لازم نقف ورا مصر. التشجيع ده مش محتاج كراسي، والكراسي دي بفلوس، ثم وصلة الدش اللي زودوها علينا عشان وصلنا النهائي. انا مستحمل كل ده علشان مصر. انا بحب مصر. ايوه انا بحب مصر. اهو واحد تاني بيحب مصر. يا استاذ عمر تعال اشهد معانا. تعال يا استاذ عمر، تعال اشهد معانا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اشرب بيه يا معلم صبحي. شفت الاستغلال يا عمر يا ابني؟ في ايه يا عم جرجس؟ المعلم استغل وصول مصر لنهائي بطوله افريقيا ورفع الاسعار وبيتمحط في مصر. وايه علاقه مصر بالمشاريب يا معلم صبحي؟ مش فاهم يعني. الله، مين اللي قالك تتكلم؟ حد قالك تشهد؟ يا نهار اسود انت مش لسه طالب شهادتي دلوقتي؟ وانت اديتني الوصله ببلاش. حنيت عليا؟ اقطع الوصل عنه يا عمر يا ابني وتعالى ركبها عندك في السطوح، وانا اخلي كل الجيران يجوا بكراسيها ومشاربها ونتفرج كلنا في هوا ربنا وببلاش. طب خلي ده يحصل يا جرجس ورحمه ابويا عوري. الله الله جرى ايه يا معلم صبحي؟ ما يصحش كده، انتوا ولاد حته واحده. الله يقطع الدش على الوصلات اللي هتوقع الناس في بعض. مش الوصلات اللي هتوقع الناس في بعض، الجشع والطمع. جشع؟ انا هوريك الجشع اللي على اصوله. القهوه بين الشوطين ب3، ولو في وقت اضافي ب4، ولو قعدت اهداف ب5. شفت يا معلم؟ راح على العماره، اموت وادخل اوضته اللي على السطح.
ما تريحي نفسك شويه يا ست الكل، ده انت واقفه على رجلك من صباحيه ربنا. يعني انا اعمل ده كله واحرن على السلطه والبتنجان المخلل؟ الله ما تسيبها على راحتها يا طنط، تلاقي فرحتها برجوع كامل مش مخليها حاسه بتاعها، ولا ايه يا حماتي؟ او النبي يا ريعو يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده اغسل ايدي واجي لك. ايش ايه ده يا روق؟ من زمان يعني ما شفناش العزف المنفرد ده. ازيك يا امه؟ تسلم وتعيش يا حبيبي. ازيك يا ريعو؟ 100 فل و10. عامله ايه يا هدى؟ الحمد لله تمام. الحمد لله على سلامة كامل. الله يسلمك، عقبال ما نفتح عليكي بقى قريب. في ايه؟ طب ما تقول لنفسك. اقول لنفسي ايه؟ نفرح بيكم انتوا الاتنين. انت بتزهقيش يا وليه؟ لا يا روح الوليه، يا واد اسمع كلام، البت غلبانه ومن كسره وعلى نياتها وشاريه. الله، طب ما اللي قبلها كانت شاريه برضك يا امه. بطة بنتي يا بطة يا بطة. ايوه يا هدى. يا اختي انا هستأذن بقى خلاص، انت ما عادش ليكي حجة، هو راجل البيت رجع لك خلاص. كفاره انت، دور المحرم انتهى برجوعش يا عمر. انت رايحه فين يا بت؟ ما انت قاعده معايا شويه. معلش يا ستي خلينا نمشي، انتوا عيلة في بعضيكم. يا سلام، وانت ايه يعني يا هدى؟ ما انت واحده من العيله. معلش خليني استأذن على اذنك يا طن. والنبي ما انت نازله. النبي من غير حلفان لازم انزل، سايباه من لوحدها ما انت عارفه. تسلمي لي يا هدى، اتعب لك يا حبيبتي يوم فرحك ان شاء الله. معلش بقى يا ريعو، هخش اتشطف وغير عشان اجيب كامل من المطار. اظن بقى يا عمر ما دام الكبير رجع بالسلامه يبقى خير البر عاجله، ونقصر ليلتنا انا واختك فاطمه. بقول لك يا بنت، ايه؟ بقى عايزه تتجوزي الافندي ده وتسيبيني؟ بصراحه ايه قالت لك لا؟ ربنا يبارك لك. دي ما بقتش عيشه دي. ندي ربنا ما تسمعيش الناس صوتنا اخر الليل زي كل يوم يا حياه. وهم بيعملوا حاجه غير انهم يسمعوا ويشوفوا؟ ده احنا بقينا مشاعل الكل، لا خروجه نخرجها لوحدنا ولا باب شقه يتقفل علينا، لا وكمان بكره الواد يكبر ويعيش معانا في نفس الاوضه. زي ما تكون العيشه بتيجي عليكي، ما انت داخله على الوضع ده من الاول. لازمتها ايه بقى النمرضه اخر الليل؟ دي مش نمرضه يا عمر، دي الخنقه. الخنقه؟ ربنا يكرم اصلك يا بنت الناس، ادي الله ودي حكمته. طب ان شاء الله هات لي اوضه وصاله يتقفلوا علينا لوحدنا، انا مش طالبه منك شقه في المهندسين ولا حتى في المنيل. يا حينا ويحيكي ربنا، منين؟ ادعي لنا بالرزق بدل ندب اخر الليل ده وتعالي نامي يا بنت الناس.